وحشتوني جدا يا احلى اخوات في الدنيا واحلى صحاب واحلى ظهر في الدنيا بعد ربنا. وحشتوني جدا جدا جدا. شكرا على الكومنتات انتوا كنتوا كاتبينها لي على كذا فيديو القديم. شكرا على كل بنوتة او شخص كبير او كل حاجة كتبت لي كلمة. والله يا بنات يعني الناس الكبيرة دي بعتبرها زي اهلي، وطبعا البنات الصغيرة دول بعتبرهم زي اخواتي وكده. ما طبعا كانوا كاتبين لي كومنتات جميلة جدا جدا، وبصراحة يعني تسلمولي جدا. يعني انا مش عارفة اقول كلام يعبر عن اللي في قلبي. انا بفرح جدا والله باي كومنت يتكتب لي، حتى لو كلمة او حد عمل لي قلوب حتى، ببقى مبسوطة جدا جدا. ليه؟ اللي بحسكم انتوا جنبي، فاهمين؟ بحسكم انتوا معايا، بحسكم انتوا عايزين تشوفوني حاجة كبيرة. ما طبعا الكومنت او اللايك ده والله يا بنات بيفرق بقى في النفسية، وبيفرق اللي انا ايه، بتدوني طاقة وشجاعة اللي انا اكمل، او اللي انا اصور، او اللي انا كل يوم انزل لكم فيديو. يعني انا بقالي كذا فترة كده، يعني داخلة على شهر اهو، الحمد لله بقيت بنزل يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. لاقيه في تفاعل، يعني انا لاقيه ما شاء الله على الفيديوهات اللي فاتت فيها تفاعل. وطبعا دي بيساعد النفسيه، اللي هي طبعا ايه، الواحد يقوم يصور وكده وينزل ويشارككم معايا. طب احنا لو مش في تفاعل طبعا نفسيتي بتتدمر. يعني انا بصور وبتعب في الفيديو وبمنتجه وكده، وفي الاخر ملاقيش فيه تفاعل خالص. وطبعا انا كده بضيع وقت في التصوير، والتصوير طبعا بياخد وقت، والمونتاج ده بياخد وقت. يعني ممكن في وقت المونتاج ده ممكن كنت اذاكر لعيالي، ممكن كنت في حاجة تانية اعملها في بيتي في شقتي كده. وطبعا لما يبقى فيه الفيديو جايب مشاهدة حلوة، وطبعا بلاقي ناس واقفة في ظهري وكومنتات من كل اخواتي المصريين او بلاد برا، دي والله يا بنات بتفرق في الفيديو وفي النفسية بتاعتي. يعني في النفسية بتاعتي نفسية بتفرق. ما عشان كده بتشكر لأي بنوتة دخلت وعملت كومنت او لايك. معلش بس ده لساني تقيل، اللي انا والله يا بنات بنهج. شكرا والله يا بنات على كل واحدة عملت لي لايك او كومنت او عملت اسمه دي يا رب فعلت يعني، او شيرت الفيديو لاي حد من صحباتها. ما طبعا شكرا جدا جدا على كذا فيديو اللي كانوا ما شاء الله جايبين لي مشاهدة حلوة. انا بالنسبة لي ايوه ممكن في ناس تانية تبقى شايفة المشاهدة ضعيفة، بس انا بالنسبة لي عشان لسه ببتدئ، ما المشاهدة كده انا عندي راضية بيها ومبسوطة. حتى لو فضلت كده مهما ربنا كاتب لي محيط هنا، خلاص الحمد لله انا مبسوطة. في ناس طبعا بتبقى ما شاء الله قناتهم عالية، دي ربنا برضو كاتب لهم كده، واللي قناته صغيرة ربنا كاتب له كده. ما طبعا ما حدش بياخد اكتر من رزقه. والله يا بنات يعني لما بنيجي ناكل بناخد ربنا اللي هو مديهولنا، فاهمين؟ اي حاجة ربنا ما يعني ايه بتاخدي فيها اللي ربنا كاتبه لك رزقك. ما طبعا انا راضية بأي حاجة ربنا كتبها لي، بأي حاجة كده ربنا خلقها لي، أنا الحمد لله راضية بيها وعلى طول حمداه. يعني الحمد لله أنا على طول بصلي وأقول الحمد لله على أي حاجة ربنا إيه ادهاني وكده. ما طبعا بقى في الفيديو ده حبيت أشكركم كتير قوي قوي. ودلوقتي بقى إيه، خلينا في الفيديو بتاعنا. وطبعا منوريني ونوركم على دماغي من فوق قسما بالله. المهم بصوا يا بنات، انا هنا زي ما انتوا شايفين اول ما بدأت معاكم الفيديو كنت بادئه بالصولة وكده. كنت طبعا عمالة اروق في الصولة اللي كان عندنا ضيوف من البارح بالليل وكده. وطبعا كانت الصولة متدمرة حرفيا متبهدلة، غير ما بنتي كانت معاها بسكوت سادة، ومش كلته هرته فرفتته وبهدلت لي بيه الركنية والسجادة والسيراميك. كل ما تمشي في حتة دايسة على نعمة ربنا. ما طبعا حرام وكده. طبعا عشان كان بيبقى في ناس قاعدة وكده مش عارفة برضو أسيطر على الوقت على الجو أو على العيال. ما طبعا كانت ربان شقية شوية. ما طبعا يعني الناس اللي كانت موجودة مش غريبة وكده، بس أنا ما بحبش برضو حتى لو مش في حد، يعني نعمة ربنا يا تتاكل يا تتحط على جنب وكده.
المهم بقى ايه، اول ما قمت قلت ابدا اول حاجه بالصلاه. انا طبعا والله يا بنات ما عملت اي حاجه بالليل خالص، يعني ده كله انا عاملاه معاكم الصبح. انا كنت والله بالليل بصوا كنت مفيصه مفيصه ومش قادره حتى اتنفس، يعني انا دلوقتي الحمد لله. ما طبعا اول ما قمت كده سميت وصليت، وبعد كده قلت يلا بينا. رحت بقى طبعا بدأت بأول حاجة بالصولة، ودي أول حاجة بحب أروقها بصراحة. ليه؟ ممكن حد يجيلي، ممكن ضيف يجيلي، ما طبعا أول حتة هيقعدوا فيها هي الصولة. ما طبعا أنا بحب شقتي كده تبقى نظيفة. ما طبعا مسكتها كده وروقتها بقى بالمنظر الجميل ده. وفي نفس الوقت أنا كنت في الفيديو مستعجلة، يعني انتوا لاحظتوا هتلاقوني بقى ايه عمالة أعمل باستعجال باستعجال. ما عشان كان بقى مستعجلة، عشان كان يوم المتابعة بتاعتي وكده، وكان بدي اروح اكشف وكده. ما طبعا انا اصلا كنت قايمة مشيت ابني على المدرسة وكده، وكان بنتي بقى في الوقت ده لسه نايمة، انا قلت اخدها وانا رايحة اكشف، هعديها على الحضانة اديها للمس، وبعد كده ابدأ ان انا ايه امشي بقى واروح ايه اعمل المتابعة بتاعتي وكده. ما قلت ايه خلاص بقى اسيبها نايمة وكده، وانا مش بوديها الا 9 9:30 في التوقيت ده، اللي طبعا احنا في الشتاء، ما بنتي لسه صغيرة وكده، بصراحة ما بحبش اوديها يعني ايه الصبح بدري في السقعة وكده. طبعا انا هنا كنت خلاص خلصت الصالة وحرشت بقى فيها حبة معطر كده، ويعني مش الصالة مش خدت والله مع ايه بنات معايا ربع ساعة، وكانت بقى ايه بالمنظر الجميل ده. وطبعا انا بتبسط جدا لما تبقى الحتة نظيفة، والله يا بنات بفرح جدا. المهم بقى ايه كنت عمالة اعمل، وطبعا مش كنت غسلت المواعين ولا عملت اي حاجة في شقتي خالص. ما كنت طبعا مني مستعجلة بدي اودي بنتي الحضانة، ومني مستعجلة بدي اروح اعمل المتابعة، وفي نفس الوقت انا بعرفش امشي في حتة إيه لما اكون مروقة شقتي، يعني لازم تبقى شقتي دي على سنجة 10. في ناس يقولوا لا كنت روحتي المتابعة وديتي بنتك ولما ترجعي هتعملي. افرض اني روحت وما رجعتش، افرض اني متت، يعني اللي يدخل كده شقتي وانا ميتة يلقاها مزبلة. ليه بتفولي على نفسك كده؟ انا مش بفول، بس هو الموت كلنا احنا هنموت، يعني مش في واحدة هتتبقى او واحدة هتتخلل على الارض، كلنا هنموت. ما احنا مش عارفين احنا امتى هنموت، يعني احنا بنطلع من شقتنا مش عارفين احنا هنرجع لها تاني ولا هنرجع لعيالنا ولا لا. ما طبعا انا عايزة وانا عايشة، يعني الناس يقولوا عمرنا ما شفنا في نظافة ايه منى، وانا ميتة كنانك الامر، يعني يقولوا برضه شقتها نضيف حتى بعد ما ماتت. وطبعا انا على طول ببقى حاسة كده، ببقى لا انا عايزة اصلي وعايزة اروق شقتي قبل ما اطلع، عشان ده حاجة حصلت يعني. بص انا ما بخافش في حكاية الموت الحمد لله. على اني نفسي اشوف عيالي محات، بصوا قاعدين كده، ابني قاعد في الكوشة وبنتي قاعدة بالفستان الابيض، ما طبعا نفسي اشوفهم. بس انا يعني لا، اول موت مكتوب لنا لكلنا واحنا مش عارفين امتى عمرنا وكده. ما طبعا انا بحب امشي وشقتي نظيفة ماشي، عشان كده انا بحب امشي واسيب شقتي نظيفة. قدر الله لو متت على الاقل تبقى الشقة نظيفة وكده. المهم بقى طبعا مسكت كده بقى الصلة وروقتها، وبعد كده زي ما انتوا شفتوا دخلت على المطبخ. طبعا هنا كنت يعني اكل الطير بحطه في اكل الطير، الحاجات بقى طبعا الوحشة دي برماها في الباسكت الزبالة. اهو هنا كان طبق فيه جبنة حادقة يا بنات، عينته بقى في التلاجة عشان بقى برضه ايه مش في حاجة تتشم وكده، تبقى في نفس الوقت ايه تبقى الحتة مترتبة. اهو كده انا خلصتها. عامة لما تبقى كل حاجة كده يا بنات تترتبوها الأول، الحاجات دي بتتسهل لكم، يعني مش تغسلوا المواعين وتسيبوا الدنيا متكركبة حواليكم. لا، أكل الطير ارميه في طبق الطير أو في جركن الطير. الزبالة مع عزك الله في باسكت الزبالة وكده تروحوا راميينها. وطبعا بتلاقوا بقى مطبخكم وانتوا بتغسلوا كل حاجة بقى مترتبة، يعني شايفين كل حاجة مترتبة ازاي، كل حاجة يعني ما شاء الله مطبخي كل حاجة مترتبة وكده. ما دي طبعا بيساعد في نفسية الواحد اصلا وهو واقف في المطبخ. طبعا اكل الطيور ده اول ما بخلص بمسكه بطلع له الطيور طولي افضيه، عشان مش يعمل لي ريحة في المطبخ ولا اي حاجة، يبقى مطبخ يبقى ال24 ساعة نضيف. هنا طبعا يا بنات السجادة، والله ما عايزة اجيب سجادة،
بس ان شاء الله انا عايزة اخد السجادة بتاعت الطرقة واحطها في المطبخ. هي طبعا سجادة الطرقة بتليق في المطبخ، لان انا سجادة الطرقة برضو سكري في لون المطبخ، في احمر كده في لون المطبخ. ما ان شاء الله انا عايزة اشيلها واحطها في المطبخ، ويبقى يعني ايه، سجادة المطبخ ودي الاتنين يبقوا قصاد بعض. يعني لو غسلة واحدة افرش دي، لو غسلة دي افرش دي كده، يبقوا الاتنين ايه، قصاد بعض. وعايزة اجيب واحدة بقى للطرقة، تبقى يعني ايه، لونها رصاصي فاقع كده، يعني عارفين الالوان الرصاصي اللي بتبقى فاقعة. دي حاساها هيلاقي اكتر في الطرقة. انتوا طبعا شفتوا الطرقة بتاعتي قبل كده في كذا فيديو، وطبعا انا حاسة اللون ده اللي هيلاقي اكتر. ما طبعا بس ايه، انا بص انا حاطه حاجات كتير قوي في مخي، بس طبعا كل ما عايزه ابقى انفذ حاجه جوزي يقول لي لا لما تقومي بالسلامه، لا لما تقومي بالسلامه. ما هو بصراحه يعني ايه، خايف عليا ما يكون يعني ايه الفلوس تأثر او كده. لاني طبعا في حكايه الولاده دي اوقات الدنيا بتبقى يعني انت تبقى حاسباها بشكل، وبعد كده الشكل اللي انت حاسباه بديه او بالترتيب اللي انت حاسبينه بيه مش بيبقى ايه هو ده اللي يعني مش هو ده اللي هيمشي. والله يعني انا في ادم ابني لما كنت حامل فيه كده، يعني من اول ما عرفوا ان انا حامل، انا اول سنه دي يا بنات كنت قاعده في بيت العيله. ما طبعا بيت العيله بيبقى بيتدخل في كل حاجه، حتى في الحمل وفي الولاده في كل حاجه، لو حشرين مناخيرهم فيها. المهم ايه، جيت بقى انا كنت حامل وكده، انا كان نفسي ومنى عيني اللي انا اولد عند دكتور بره، يعني دكتور ايه، خاص بره طبعا عشان اول مره وكده. انا كنت خايفه اموت، مرعوبه. كانوا هما عايزين بقى يولدوني ايه في مستشفى الحكومه وكده. ما انا بصراحه مش كان بدي اولد في مستشفى الحكومه وكده. كنت بصراحه حاساها معفنه، وحاساها مش هيبقى فيها اهتمام، وخايفه. يعني انا اول مره بقى انتوا موديني فين، انا مرعوبه. ما طبعا كان كل بقى الحسبة اللي حاطينهم في دماغهم وجوزي اللي انا بقى هولد في المستشفى، يعني يوم ما هصرف تبقى ايه، 600 جنيه، 1000 جنيه. اللي طبعا انا كنت ادم ابني ما شاء الله دلوقتي عنده 8 سنين اهوت، يعني من الكلام ده من 8 سنين كان حاجة رخيصة خالص. ما خلاص بقى انا كان منى عيني طبعا كنت اولد عند دكتور بره، وهما طبعا كانوا رافضين وكده. انا كنت طبعا لسه صغيره وهبله، يعني انا من حقي اصلا انا اللي اختار اولد فين، في المكان اللي انا ارتاح فيه وكده. بس انا كنت هبله، يعني انا كنت ايه، خلاص بقى عشان مش يحصل مشاكل وكده، كنت باجي على نفسي بطريقه فظيعه. يعني ممكن واحده غيري لا انا اولد في عند دكتور، انا اللي هولد، ديت إيه، دي صحتي، ديت حياتي، يعني دي اني انتوا بتلعبوا بحياتي اني، يعني ماشيين في حد يتدخل في حياتي. ما طبعا المهم ايه بقى، كنت هبلة وعبيطة، وكنت اي حاجة بتتقالي بسكت واقول يلا يا بنت عيشي. ولا جينا بقى تلت 9 شهور يا بنات، وخلاص بقى احنا متفقين ان احنا هنولد في مستشفى بره، وانا منى عيني اللي انا اولد عند دكتور بره. وكل ما انا كنت حامل كنت بدعي اقول يا رب اولد عند دكتور بره، يا رب ما حيت اخر دقيقة كل حاجة تتغير. اللي طبعا كان اول مرة وكنت خايفة. المهم ايه بقى تاني، اول حاجة بقى ايه لما جالي الوجع بتاع الطلق وكده. انا طبعا جالي الوجع الطلق مبكر، يعني انا كان عندي اخر يوم في الثامن، اخر يوم في الثامن ده جالي الوجع. جيت بقى لما اتعبت وكده، انا طبعا دي اسمه طلق مبكر. حماتي طبعا نفسها اصلا مش كانت مصدقه، يعني انت بتقولي انت مش هتولدي دلوقتي، انت لسه قدامك 10 ايام، انت لسه مش مشيتي في التاسع. وطبعا انا عماله اتعب 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 اتعب. المهم بقى ايه، ناس قالوا لها اعملها مش عارفه ايه كده، وكله لها وده وشمه الشمامان ده بيروح وكده. وانا طبعا زي العبيطه عماله اكل وخلاص، يعني هو كان بيض بطوم كده، كلوه تاكلوا ده وشمه او كده، يعني بتروح وكده، يعني الوجع ده بيروح. وانا كنت عبيطه يا دوبك عملت وكلت، عايزه الوجع يروح، انا تعبانه بدي اي مسكن. المهم ايه، كلت البيض ابو توم دوت. ويا بعد ما اكلته بقى بقيت برقع بالصوت، يعني بعد ما كنت انا تعبانه النص، لا بقيت تعبانه ايه خالص، مش قادره اتنفس وبعيط. عارفين اللي انا صويت وعييت ووجع،
وجع فوق ما حد يعني يتخيل، ومستحملة. وكنت سن صغير، كنت عيلة، كان لسه عندي 17 سنة، حتة طفل بتولد طفلة، فاهمة انت؟ ما طبعا كان الوجع شديد قوي قوي. جيت طبعا لما جوزي كده جه، راح واخدني طبعا عند دكتور بره اسمه دكتور احمد عثمان، يعني عندنا وكده. احمد عثمان، بتهيألي يعني. قلت لي احمد عثمان، ايوه هو. المهم، جيت بقى ايه، راح محمد جوزي وكده راح واخدني وكده. ليه؟ اول ما دخلت وكده كان بص اهتمام ونظافة، والعيادة نظيفة، دكتور محترم، دكتور بيعرف ازاي يتعامل مع واحدة عندها وجع، بيعرف يتعامل مع واحدة ازاي تعبانة وكده. المهم بقى يا بنات، ورحت بقى ايه، الدكتور قال ده دي ولادة، دي ولادة. راح طبعا محمد قال لي خلاص انا ولد في المستشفى وكده. انا طبعا كان بيتداول ان الدكتور، ورحت وكده ايه المستشفى. قسما بالله يعني ما فيش نظافة، ما فيش اهتمام، ما فيش اي حاجة. راح محمد جوزي واخدني تاني، قال لا مراتي مش هتولد غير عند الدكتور، لما لقى عند الدكتور اهتمام وكده. راح بقى طبعا واخدني عند الدكتور يا بنات. ورحت بقى، اول ما رحت عند الدكتور الممرضين بيجروا بيا، المحاليل اتعلقت، حقن فتح للطلق او كده، يعني عشان يعني يسهل الولادة وكده. ومحاليل الدكتور كل شوية يجيب جهاز ويحطه على بطني ويشوف دقات القلب بتاعت الطفل، كل شوية يعمل لي إشعاع على بطني. يعني فيه اهتمام. غير طبعا أنا في المستشفى روحوا بيها وهاتوها الصبح لسه بدري عليها. ما طبعا الحمد لله، يعني شفت أنا طولت 9 شهور كنت بتمنى ومنى عيني اللي أنا أولد عند دكتور بره. ما طبعا لما يبقى في نفسكم في حاجة ومش قادرين عليها، لما تدعوا لها والله يا بنات بتستجاب. يعني لما تدعوا لها ربنا بيستجاب ليكم والله يا بنات. وولدت عند دكتور اللي كان نفسي اولد عنده، وفي عيادة نظيفة، ودكتور محترم، ودكتور بيعرف ازاي يتعامل. حتى هو كان لما انا عشان سني كان صغير، كان بيتعامل على انه هو بيتعامل مع طفلة، فاهمين انتوا؟ مش مع واحدة هتبقى بعد دقيقتين واحدة خلاص باقي لها نص ساعة وهتولد وهتبقى لا، كان بيتعامل معايا كأنه ايه، بيتعامل على طفلة، فاهمين انتوا؟ انا كان سني صغير خالص، كان لسه 17 سنة، يعني في سن القانون عيلة، يعني فاهمين انتوا؟ يعني أنا في سن القانون 17 سنة، دي واحدة عيلة، دي واحدة تطلع كده تلعب لها ايه، لعبة مع بره مع اصحابها. ما طبعا بقى بعد مجهود وبعد دعاء كتير، الحمد لله ربنا ما سابنيش واستجاب لي. وربنا برضو يقومني المرة دي كده بخير وبسلامة. ويا رب اللي في نفسه حاجة ربنا يحققها له والله يا رب. وانا ان شاء الله انا هدعيكم كلكم والله يا بنات من عينيا الاتنين. لما اجي اولد انا خلاص اهوت، يعني كلها ان شاء الله قولي شهرين وخلاص بقى الضيفة الجديدة او الضيف الجديد هيجي. هنا بقى يا بنات كنت خلاص بقى شطبت المطبخ ونضفته وبيض على سنجة 10. هنا بقى في الوقت ده هروح البس عشان اجهز عشان اروح للدكتورة تعملي المتابعة بتاعتي، واخد بقى حقنة السابع. وفي نفس الوقت ايه، انا نفسي اعرف جنس المولود ايه. ناس كتير اوي سألوني انتي يا بنتي حامل في ايه، بره القناة وجوه القناة. انا قسما بالله بنات ما اعرف، يعني محد دلوقتي ايه بيقولوا 70% بنوتة، يعني انا على 3 مرات يقولي 70% بنوتة. وانا طبعا مش زعلانة، انا مبسوطة وفرحانة حتى لو بنوتة. طبعا كل الاسامي دلوقتي مختارينها بناتي، واسم واحد بس اللي بنختاره انه ايه ولد، هو اسم ساجد. يعني لو جه ولد ان شاء الله هيبقى ساجد. لو بنت مختارين اسامي بقى كتير بحرف الر، زي ريتال، زي ريتاش، زي رهف. وان شاء الله ايه، هي طبعا عيل بيجي متسمى والله يا بنات.